بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم حبايبنا في الوطن العربي الكبير، وزي ما احنا مكملين مع اساطيرنا. طبعا جالنا رسائل كتير ازاي هنختصر كل اساطيرنا في الوطن العربي، كل دوله حلقه حلقتين. ما ينفعش، الاساطير كتير والاجيال كتير واللعيبه اللي كان نتكلم عليها ليل ونهار كتير، فلازم نزود الحلقات شويه. وفي واحد صديق عزيز قال لي مش معقول نتكلم على اساطير اسود الاطلس وما نتكلمش على الفنان، ما ينفعش. قلت له والله هي الاساطير كتير، وده اللي بنتكلم عن اسود الاطلس. في ناس كتير من ضمنهم في لعيبه انا كنت بحبها وكنت دايما اتابع الماتشات بتاعتهم، هم محترفين بره. نور الدين نابت، مصطفى حجي، في لعيبه كتير. بس اسطورتنا النهارده اسطوره مختلفه كتير عن اي فنان، لعيب من احرف اللعيبه اللي مروا على تاريخ المغرب. كان اسطوره، كانت الكوره بتترقص تحت رجليه، يعني هو يرفع رجله الكوره عاوزه تعمل كل اللي هو عاوزه، اللي بيقول لها عليه بتعمله. اسطورتنا الفنان الساحر الموهوب محمد التيمومي، اللي بيحب الكرة الجميلة ويحب يسمع حكاية اسطورتنا يجي واستمع معانا. التيمومي اتولد سنة 1960 في مدينة اسمها سيلة، وكان من صغره عنده ضرور غريب ومهارة أكبر من سنه بكتير، وبدأ في الاتحاد البيضاوي، وفي بداياته راح للجيش الملكي. الجيش الملكي كانت لحظة البداية والانطلاق، بداية المجد. كان صانع ألعاب من طراز فريد، كان بيشوف الملعب بمنظور مختلف تاني غير كل اللعيبة. دماغه وشغال قبل رجله، الكرة قبل ما تجيله بيكون كل عارف هو هيعمل ايه، عارف جاي ازاي. دماغ مختلف، صانع ألعاب مختلف جدا. في عز مجده فاز مع الجيش الملكي سنة 85 ببطولة أفريقيا، وده فتح له باب الاحتراف، واحترف في الدوري الاسباني لنادي بوريسيا الاسباني، وهناك ظهر ان هو لاعب عالمي مش لاعب محلي بس. كان البساط سحريه، التسديده بتاعته ما بتخيبش، واحنا جربناها في منتخب مصر لما كسبونا في تصفيات كاس العالم 2-0، وده كانت المباراه اللي هم صعدوا بقى كاس العالم. التسديدات بتاعته كانت متقنه لدرجه ما شاء الله عليه. اسطورتنا التيمومي كان بيصنع الفارق في اي لحظه في المباراه ببساطه، بتسديداته، واهم انجازاته طبعا مع اسود الاطلس زي ما قلنا كاس العالم 86 في المكسيك، الانجاز التاريخي في الوقت ده اللي المغرب صعد للدور ال 16، وفي نفس السنه دي مجله الفرنسي فوتبول اختارته احسن لاعب في افريقيا. في الكوكبه من النجوم اللي كانت موجوده في افريقيا كان هو رقم واحد. بعد مشوار كبير حافل بالانجازات والنجاحات، اعتزل اسطورتنا في بدايه التسعينات، لكن ما غابش عن المشهد الكروي ابدا، كان دايما الجمهور فاكراه. وفي سنه 2006 الفيفا كرمه وضمه من ضمن احسن 100 لاعب في تاريخ افريقيا. في سنه 2022 المغرب برضو كرمه، طلع على المسرح في قرعه كاس العالم، وكانت لحظة مؤثرة جدا. التكريم ده فكر العالم كله بأسطورتنا اللي ما نقدرش نوفيه حقه بالكلام، بس احنا بنقول نبذة بسيطة للأجيال المعاصرة عشان يعرفوا ان عدى علينا في الوطن العربي أساطير ولاعيبة من طراز عالمي ما يقولوش أبدا عن اللعيبة الأوروبيين ولاعيبة أمريكا الجنوبية، بل يزيدوهم. التيمومي ما كانش مجرد لاعب، كان قصة نجاح وكفاح. التيمومي اسطوره ما تتنسيش، وطبعا كان سفير للكره المغربيه في العالم. دي نبذه بسيطه عن اسطورتنا محمد التيمومي. في نهايه حلقتنا لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك وشير وفعل الجرس واشترك في القناه عشان يوصل لك كل جديد. ولو حابب نتكلم عن اي اسطوره ابعت لنا في الكومنتات عاوزين نتكلم عن مين، وعرفنا برضو من اي بلد بتتواصل معانا. كان معاكم ابراهيم البحيري، ودي قناه رومونتادا النمر. سلام لكل ابطالنا وكل اساطيرنا.